اما بالنسبه لبقى بعض الهبيده اللي هم واحد زي طارق السيد طالع مع ابراهيم فايق بيتكلم عن تاجيل ماتش بيراميدز، واللي انتوا لازم تاجلوا له ازاي عشان خاطر لعيب معين هيروح نادي معين، وهو بيلقح على اونكل زيزو حبيبي اللي هو القفا اللي هيفضل معلم على قفا الزمالك كله بجمهوره. واحنا قلناها مرارا وتكرارا، غير واحد زي امام عاشور، غير واحد زي بن شرقي. بس انا بقول امام عاشور ده اللي هيفضلوا يندموا عليه طول حياتهم. وزيزو اما يتألق في كاس العالم للانديه راح بطوله كله بيحلم يلعب فيها، يقول لك وانت عشان لعيب معين هتوديه نادي معين، عايز تلعب بيراميدز مع سيراميكا يوم 28 وهو عنده العوده في النهائي مع سان داونز هنا في القاهره يوم 1/6، فيها عنده نهائي كاس مصر مع الزمالك يوم 5/6. ده هو بيحلم بايه؟ ان يتأجل ماتش سيراميكا وماتش الزمالك وان شاء الله يخلصوا في 1/7. واحنا عشان خاطر العقلية الجهنمية او اللي هي ما وراش حاجة وما تعرفش ان الفيفا هي اللي مطبقة اللوائح والقوانين دي على جميع الاتحادات في العالم بسبب كاس العالم، اللي هم ما يعرفوش يعني ايه كاس العالم. هم اخرهم يتنافسوا على كاس مصر مع بيراميدز. بيراميدز 8 سنين يصرف مليارات، خد له كاس مصر، مستني ياخد افريقيا. الناس دي لسه ما وصلتش